بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائنا الأعزاء. النهارده إن شاء الله كل الأسئلة اللي الناس محتارة فيها، كل حاجة أنتوا عايزين تعرفوها عن التسمين وعن تركيبة العلف، والناس اللي طبعا بتسأل على القناة عايزين نعرف إزاي بنبدأ دورة التسمين وإزاي بننهيها، إزاي ببدأ ب 16% بروتين وإزاي بنهي ب 14%، وإمتى أبدأ أدي العلفة 3 مرات في اليوم وإمتى أديها مرتين في اليوم، ومعنى صح ازاي انك انت تاخد حس الحيوان في الاكل. يعني الحيوان عندك الكلام اللي احنا بنقوله ده مش قرآن ولا حاجه منزله ثابته، ده حسب طبيعه الحيوان. يعني احنا بنقول 3% من وزن الحيوان او 2% من وزن الحيوان. يعني حيوان عندي 300 كيلو بديله 6 كيلو علف، لو عندي الحيوان معدل تحويله كويس ومفيش اي مشكله وطلب 8 كيلو اديله مفيش مشكله، طلب 10 كيلو اديله، المهم ان انا ما يكونش عندي مشكله تلبكات معويه او عنديش مشكله اسهالات. دي القاعده، انا بديك القاعده الثابته اللي هي الناس كلها بتمشي عليها وبتنجح بيها. لكن انت في فوارق في السلاله، كل سلاله بتفرق عن الثانيه، البلدي غير المستورد غير السمنتال غير الحاجات دي. كل حيوان وله طبيعه، ممكن حيوان يقبل ال 8 كيلو رغم ان هي اعلى من وزنه، بس ماشي اموره كويسه ومعدل تحويله كويس، فخلاص مفيش مشكله. فاحنا ناخد حس الحيوان. فاحنا النهارده ان شاء الله في المزرعه دي، المزرعه اللي انا صورتها قبل كده اللي فيها الانجس وفيها السمنتال وفيها البلدي، وعندنا عنبر بسم الله ما شاء الله حلاب. هنعرفكم ازاي تركبوا التركيبه كويسه، وازاي انكم انتوا تستخدموا اضافات الاعلاف اللي احنا نوهنا عنها كتير، وهي حاجه دي لا موجوده لا في التربه ولا موجوده في البرسيم ولا موجوده في العلف. اضافات الاعلاف دي حاجات مهمه جدا، مهمه في عمليه التحويل، مهمه في الحيوان جسمه يبقى بيلمع، بيتربي العظم صح، في حاجات بتنشط الميكروفون او الميكروفلورا بتاع الكرش. لازم ان انا اضيفها على العلف على اساس ان انا اقدر اطلع عجل مستوى معدل تحويله عالي في فتره قصيره. ده النجاح الصح، ان انا ما افضلش 3 سنين اربي في عجل عشان يطلع لي 600 كيلو وابقى فرحان. لا، ده هو في 9 شهور، في سنه بالكتير 12 شهر بيطلع عندي عجل 600 كيلو، وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي وهصور لكم وهتعرفوا ازاي بيطلع 600 كيلو في خلال 12 شهر او 13 شهر بالكتير. يعني معانا النهارده ان شاء الله دي المزرعه اللي انا مشرف عليها. معانا الاستاذ ربيع، طبعا ده متخصص تركيب العلف او الخلط العلف هنا في المزرعه. ما بنجيبش علف جاهز، احنا بنخلط العلف على ايدينا من ساعه ما بداوا هنا، يمكن من 10 سنين يا ربيع تقريبا. من 10 تقريبا من 10 سنين. هي الخلطه اللي احنا ماشيين عليها. طبعا اتاثرنا بالصويا شويه، اتاثرنا بالذره شويه، لكن الحمد لله الامور بدات تتيسر وبدا يوفروا كل الخامات المطلوبه. هنبدا نسال بقى الاستاذ ربيع ايه الخلطه اللي انت بتستخدمها، وبتحط قد ايه صويا وقد ايه ذره، وازاي بتنهي دوره التسمين عندك بنسبه البروتين اللي احنا عايزينها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. ايه الاخبار استاذ ربيع؟ الحمد لله نحمد الله. احكي لنا بقى انت بتخلط ايه؟ بتستخدمها ازاي الخلطه بتاعتك دي؟ على العدل وهو صغير اول ما بجيبه 200 كيلو، من 200 ل 250 تقريبا. 250 كيلو. تمام. ده اما اديه نسبه البروتين بتاعته تبقى عاليه، لما ازود له الفول السوري. تمام. اما احط له 200 كيلو على الطين. هنمسك احنا بدانا الوقت من 200 ل 250، دي العجول جت عندي. تمام. هبدا اعمل لهم التركيبه بتاعتهم. انا هعمل تركيبه الطن، احط كام ذره وكام صويا وكام رده. اما احط 500 شام، 500 شام اصفر. تمام. و300 رده، و300 رده، و200 فول سوري، و200 صويا. يبقى ده الطن. ما بتضيفش اي حاجه تاني غير كده. لا، هم الثلاث حاجات، هم الثلاث اللي انت شغال عليهم وجايبين معاك معدل تحويل كويس. تحويل الحمد لله تمام. لحد وزن كام ابدا اغير؟ بعد وزن قد ايه اغير التركيبه بتاعتي؟ يعني اول ما تيجي حكايه مثلا انا دلوقتي 250. تمام. العد جبته مثلا طلع معايا 250. تمام. لما يوصل ل 300 اما اغير. تغيرها كل 50 كيلو اغير للعد. تغير، تزيد، نقص الصويا، انقص الصويا، فهمت؟ وازود له في الكميه. يعني تزود الرده والذره. لا، الذره والرده ثابتين مع عمود الخلطه. تبدا معايا بال بطل. تمام. لا، عمود راح توصل معايا لحد ما اعملها مثلا 800 كيلو. يعني انت الوقت احنا بنحط 200. تمام. بعد 50 كيلو هتبقى 180 مثلا. 180 فول سوري. تمام. يبقى كده نقصت مني انا 20 بس، الذره والرده هي زي ما هم. اما قل بس الفول السوري. تمام. لا بس نكمل الطن ازاي؟ مش لازم الطن يكمل؟ ما انا مش تحت شرط عندي الطن. مش شرط عندك؟ مش عندي تحت شرط الطن. انا اهم الخلطه بتاعتي تمشي هي. يبقى كل 50 كيلو بنزل 20 كيلو صويا. بنزل 20 كيلو فول سوري لحد ما اوصل لوزن مثلا 400 كيلو او 500 كيلو. بس اما يضعف معايا عاد في كميه العلف نفسها.
يعني انا العجل مثلا من 300 اما اخد 6 كيلو. تمام 350 لا ياخد 3.5. تمام حلو. اللي انا 8 كيلو زي ما انت ماشي على 2%. ال 2% اللي انا خلطتي هي بس اما ازود يعني اجيب له الفول السوري بس اما ازود ايه. طب امتى تيجي في الصويا بقى لما يوصل وزن 500 كيلو الصويا توقف؟ لا مش اما اوقفها. مش توقف التنزيل يعني تثبت على 100 على 100 من يعني تحت. عند وزن كام بقى؟ عند وزن كام اثبت على 100 لحد اخر الدوره؟ من عنده من 450 لحد ما اجي اطلع الدوره 100 كيلو بس. 100 كيلو بس فول سوري. 100 صويا و300 رده و500 ذره. ايوه ذره. زائد الاضافات اللي احنا هنحكي عنها. الاضافات اللي انا ما عم احطها. تمام بيدي معاك معدل تحويل كويس. ايوه العجل لما يديني يعني العجل البلد لما يديني من كيلو كيلو وربع. ما شاء الله ده نسبه كويسه بالنسبه يعني للبلد. عندي العجل البلجيكي كيلو ونص. السمنتال اللي كانوا عندنا دول الحمد لله كانوا يدونا محولهم 2 كيلو. 2 كيلو على نفس الخلطه. على نفس الخلطه. هي الخلطه دي بتاعتنا ما اتغيرتش من ساعه ما غيرها خالص. تمام يعني دي مش مغيرها نهائي. دي ماشي عليها والحمد لله يعني كذا واحد قال لي على نفس خلطه اللي انا اجيبها جاهزه. تمام. لا ما نفعتش معاه. ما نفعتش ما اديش معدل التحويل. ما اديش التحويل بتاع اللي انا عايزه. تمام. ما انا ايه فايده ما العجل هيديني كيلو الا ربع. طب ما هو هياكل اكتر من كيلو الا ربع. صحيح. انا لو وفروا من هنا ايوه لا انا ماشي على الخلطه بتاعتي. ايوه غالي عشان الفول السوري ضالعني شويه. تمام. ضالعني الفول السوري بس اما يضاهيها لا انا ليه لو فرق معايا كيلو بدل ما يديني كيلو واداني كيلو وربع يبقى انا كسبان. انا اولى بالربع كيلو. لا انا اولى بالربع كيلو. اطلع العد في مسافه قريبه. تمام. بدل ما يقعد معايا 15 شهر لا اطلعه على سنه. تمام. يبقى احنا فعلا على سنه بنوصل لل 600 كيلو او 550. 550 على 12 شهر. 12 شهر. طب 12 شهر من بدايه ما يدخل المزرعه عند 200 كيلو ولا 12 شهر من بدايه عمره؟ لا من يعني عموده بس هو عموده ما يجيش العجول مش بتيجي كلها موحده. تمام. في اللي 180 فيه اللي 200 في 220 فيه 250. احنا هنقول ان هو 250 مثلا. أيوة. وصل عندي 250 يقعد 12 شهر من ال 250 وطالع؟ لا لو نزل عندي 250 يقعد كام شهر؟ يقعد من 10 شهور. تمام هو ده اللي انا يقعد معايا 10 شهور يعني بالكتير لو خالص. تحت ال 200 يكمل معايا 12 شهر. يعني هو ال 200 كيلو ده عمره 4 شهور 5. ايوه 4 شهور بس ويقعد عندك 9 شهور او 10 شهور. 10 شهور يبقى 14 شهر 14 يعني سنه وشهرين. سنه وشهرين يوصل عندك ل 550 مرتاح 550 وعلى مود الحمد لله فيهم ما يجيش 600 ما شاء الله. طب هنبدا باضافات الاعلاف هنا. طبعا دي اسمها البايو سترونج. دي شكاره 10 كيلو بتتحط على بايو سترونج 10 كيلو للطن. التركيبه بتاعتها مجموعه فيتامينات واملاح وفيها البروبيوتيك. طبعا البروبيوتيك اسيد ده بينشط مايكروفلورا ومايكروفلورا وبيعادل الحموضه بتاع الكرش ومنشط للهضم. وعندنا المغنيسيوم برضو المنان اوليجوسكرايد. حاجات كبر النحاس والزنك والكل جميع يعتبر املاح مخلبيه كلها مش املاح عاديه كمان. يبقى فيها خماير صيمول كرفافول ليسين. تمام. دي بتتحط على الطن ال 10 كيلو على الطن. 10 كيلو طن علف. 10 كيلو للطن علف خلطه كامله. وعندنا برضو التراي بافر. ده بافر بنحط 8 كيلو على الطن. التركيبه بتاعتها زي ما صوديوم بايكارب عشان الحموضه بتاع الكرش والصوديوم كربونات والمغنيسيوم اوكسايد. دي حاجات بنحط برضو دي 8 كيلو على الطن دي عشان تعادل الحموضه بتاع الكرش ما يحصلش عندي اي مشاكل او اي تلبكات معويه. دي في الحلاب بتختلف. في الحلاب بنحط 15 كيلو لو هي مزارع حلاب لكن في التسمين بنحط 8 كيلو بافر بس مع 10 كيلو بايو سترونج على الطن. دي كفايه جدا عليا ان انا اطلع بالخلطه بتاعتي مظبوطه بنسب تحويل كويسه. والحاجات دي متجربه والمزرعه قدامكم طبعا ومفيش كل حاجه على ارض الواقع. الرده هتشوفوها دلوقتي رده خشنه وهنشوف الخلاطه برضو بتشغل وشوف اخر التركيبه بتاعتها. هتشوفوا منظر الخلطه بعد نهايه التركيب وبعد نهايه الدش. يبقى ما عندناش غير الذره الصفراء والرده والفول الصويا عشان بس ما تشغلوش بالكم كتير وتتعبوا نفسكم. واضافات الاعلاف طبعا زي ما احنا قلنا ما عنديش مش عايز اكتر عليكم. كنا بنقول ان عايزين بريمكس عايزين خماير عايزين مضاد سموم عايزين فيتامينات. هي البايو سترونج ديت فيها كل الاضافات المطلوبه. هي شكاره واحده على الطن وعشان ما تشغلوش بالكم بباقي الاضافات يعني دي يكفي ان فيها كل حاجه. فيها مضاد سموم وفيها خماير وفيها املاح معدنيه وفيها منشط للميكروفون والميكروفلورا اللي هي بتهضم الاكل في الكرش زائد البفر طبعا ان شاء الله.
صور لنا الدشاشه يا باشا. ابو علي لا ده بعيد يا حمد. ده المنتج النهائي. دي طبعا الخلطة اهي بعد الدش وبعد الخلط، دي اللي بيطلع عليها العجول لحد ما تخلص دورة التسمين بتاعتهم. وزي ما قلنا احنا بنلعب في الصويا بس. يا رب ان شاء الله تكون المعلومة وصلت وتكونوا استفدتوا من الفيديو ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.